خليك صريح مع نفسك. انت فاكر ان كل حاجة قوية تبقى مفيدة؟ احب اعرفك على هرمون بيعمل نفسه جدع وفي الاخر يسيبك اصلع ومتعصب، اسمه الديكا DHT. الديكا مش هرمون جديد نازل السوق، لا ده التستوستيرون بعد ما يعدي على انزيم اسمه 5 ألفا يقول له شد حيلك شوية يا وحش فيطلع ديكا. يعني باختصار التستوستيرون عقل، الديكا حماس زيادة عن اللزوم. الديكا مسؤول عن الرجولة، الصوت التخين والشعر في الجسم، يعني يخليك حاسس إنك أنا جامد، أنا قادر، أنا مش محتاج سخان. بس المشكلة هو بيحب يثبت نفسه زيادة. ناس كتير فاكرة الديكا عالي يعني عضلة كبيرة، الحقيقة الديكا مش بناء عضل شاطر، هو يخليك تشيل وزن تقيل، تحس نفسك سوبرمان، بس العضلة نفسها تقولك بعدين أنا اتكسرت يا كابتن. ليه سمعته وحشة؟ أولاً الشعر، لو عندك استعداد وراثي الديكا بيقول الشعر ده مش ضروري، شيله، ويبدأ يخف يضعف يهرب واحدة واحدة، وانت تقول يمكن من الشامبو، لا يا كابتن ده من الهرمون. ثانياً العصبية، تحس نفسك داخل الجيم مش تتمرن، داخل خناقة صامتة. ثالثاً البشرة، دهون وحبوب، وشك دايما ملمع حتى لو غسله 3 مرات، كأن الديكا حابب يسيب بصمته. ليه ناس كتير بتغلط فيه؟ علشان تأثيره سريع، يخليك تحس إنك وحش، بس ضرره بيجي متأخر، يعني هو يضحكك دلوقتي ويفكرك بعدين. الخلاصة الديكا مش عدوك، بس مش صاحبك اللي تمشي وراه مغمض، لو سبته يزود هيقويك شوية وبعدين يسيبك تحاسب لوحدك. في كمال الأجسام مش المهم تحس إنك جامد، المهم تفضل جامد.